أهلا يا جماعة منورين. غيرت المكان صح؟ يا جماعة اليوم راح نستلم درع على اليوتيوب، مش كذا بس، راح يكون يا جماعة مجهود ذاتي ورسم يدوي. فوين بتقترحوا يا جماعة يكون درع على اليوتيوب نرسمه؟ هنا ولا هنا؟ أنا قد بدأت أخطط هنا مكان يعني تمام صح؟ يلا نبدأ نبلش يا جماعة ونرسم درع على اليوتيوب. ليتس جو. أول شيء يا جماعة بدأت أخلط مائي فما زبطت معي، تحتاج كميات كبيرة. وموجود معي حاليا زيتي، دي هذا لون زيتي. اوكي يا جماعة راح نجرب الآن. هنا مخطط معي، نعمل كذا شوية تجربة نشوف إذا بيطلع اللون الفضي. فمثل ما شفتوا يا جماعة دهنته بالعنابي، فغطيت الأماكن اللي قد رسمتها من قبل بورق عشان اشتغل فوق هنا ما ينزلش عليها بعض الألوان. المفروض ان انا ابدأ اشتغل من فوق وتحت، يعني كل شوي بتجي فكرة. تمام يا جماعة واضح؟ يعني كل شوية بتجيني فكرة فبغير الموضوع وارجع اشتغل من جديد. لذلك اكيد يكون في حل، في بدائل. غطيتهم كده مثل ما انتم شايفين، ويلا نرسم هنا. ايش تتوقعوا يا جماعة؟ قولي ايش تتوقعوا ان انا برسم هنا فوق؟ تمام اكتبوا لي تحت. وهذا كان الستوري الذي عملته على الانستغرام. بعدين عملت لكم استطلاع رأي، وهو اني برسم لوحة لفنان عالمي. فمين راح يكون؟ هل بيكاسو ام فان جوخ ام ليوناردو دافنشي؟ واغلب التصويت كان على فان جوخ. فهل يا ترى راح تكون الرسمة للفنان العالمي فان جوخ او احد غيره؟ خلونا نشوف. ولا تنسوا يا جماعة الاشتراك والمتابعة واللايك والمشاركة. اوكي I love you، ويلا نبدأ. كلكم وكذا يا جماعة نكون خلصنا. خلونا نبعد هذه الورق. في هذا المكان بعمل سلسلة لرسم أعلام بلدانكم، بلصق الأعلام هنا. من يعرف هذه اللوحة؟ لوحة ايش؟ اكتبوا لي بالتعليقات. سلام.